السؤال ده ليه كذا إجابة. هل القولون بيساعد على تنظيف نفسه بنفسه؟ في الوضع الطبيعي الشخص اللي بياكل مظبوط وعنده البروبايوتكس السليمه وبيديها البريبايوتكس اللي هو الاكل بتاعها مظبوط، اقدر اقول لك بيبدا القولون هو اللي ينظم الحركه بتاعته. نظام الاكل العادي بتاعنا بقى اغلب الاكل من بره، وطبعا الالياف قليله، وطبعا البروبايوتكس قليله، فبنعاني مع الوقت من اعراض زي اعراض الاي بي اس والامساك المتكرر كتير. ده اللي بيخلينا في بعض الاحيان نروح لحاجه اسمها الكولون فلوش، او استخدام بعض الحاجات اللي بتساعد على ان القولون يفضي المحتوى بتاعه. ده في بعض الاوقات بيكون كويس، ولكن الافراط في الحاله ديت بالذات مع استخدام الزيوت زي زيت الخروع بشكل متكرر لفتره طويله بيكون ليه اثر سلبي على المدى البعيد، غير كمان تاثيره السلبي على البروبايوتكس عندي. في ناس بتعمل عمليه تنظيف القولون دي باستخدام بعض الاقراص اللي فيها ملينات بتزود حركه القولون. استخدام الملينات ديت لفتره طويله لا يحبذ، بالذات مع كبار السن ومع الناس اللي عندهم السكر، لأن دول بيأثروا مع الوقت على النهايات العصبية والشبكة العصبية بتاعة القولون. عشان كده حضرتك قبل ما نروح لموضوع تنظيف القولون نظبط نظامنا الغذائي ونظبط موضوع الألياف وشرب المية، ولو احتاجنا في بعض الملينات خاصة اللي فيها البولي إيثيلين جلايكول، نفتكر الاسم ده، أو اللي فيها اللاكتيروز، دي نقدر نستخدمها في حالة الضرورة. وافتكر إن صحتك أهم.